تحت مسمى للتسويق أكتر مما تتوقع. للتسويق أكتر مما تتوقع. اعتبر نفسك كده في يوم قاعد في أمان الله كده، لقيت الشعب الأمريكي صاحي على خبر إن الكونجرس الأمريكي بيستجوب أكبر 3 شركات مواقع تواصل في العالم. إيه ده بجد؟ أيوه بجد. هما جوجل، فيسبوك، تويتر. وكمان كان مجلس الشيوخ الأمريكي فتح باب التحقيق بعد شكوكهم يعني في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، اللي خلت ترامب طبعا يوصل للبيت الأبيض. وكانت الاتهامات تردد إن روسيا استخدمت فن التسويق. إيه ده؟ أيوه، ما عشان كده بقول لك التسويق أخطر مما تتوقع. استخدمت فعلا فن التسويق، وخصوصا التسويق الإلكتروني بأدواته المعروفة. يعني مثلا المشهور الإعلانات الممولة، اللي هي بتساعد للوصول لأكتر نقطة بالعالم، واستهداف الشرائح المعينة. واستهداف الشرائح المعينة. اليوم التسويق يقدم سلاحا مذهلا وغير مسبوقا في تاريخ البشرية. طبعا، ما هو إن أنا أقدم لك إعلان ممول، أنا بقدم لك سلاح خطير. نرجع بالخبر بتاعنا. بداية الخبر الصاعق عندما قام السيناتور ريتشارد بير من ولاية كارولينا الشمالية، وهو رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق مع الشركات ال3: فيسبوك، تويتر، جوجل، بسرد تفاصيل الروت لفنون التسويق الحديثة. أنا مجبر أقول بذكاء واحترافية داخل أمريكا. الحكاية بتقول إن الروس قاموا بإنشاء مجموعة عامة في فيسبوك باسم ولاية تكساس، أرض السلاح والشواء والحرب، وهي إحدى ولايات الجنوب، وفيها نسبة التدين المسيحي عالية، وتفتخر بثقافة عندك تتحرك وسلاحك معاك لو ابتدى يعني. بعد ذلك أنشأ روس مجموعة أخرى باسم اتحاد المسلمين في أمريكا، حيث حصل كل من الحسابين، تكساس واتحاد المسلمين، آلاف الإعجاب. أيوة يا صديقي، آلاف الإعجاب بعد حملات ضخمة من الإعلانات المدفوعة لإشهار الحساب وترويج دين الأمريكيين. عشان كده بقول لك إن الإعلانات الممولة خطيرة. بس الحكاية ما انتهتش لكده. لا فعلا، الحساب الأول تكساس طالب بمظاهرة أمام المسجد الإسلامي الكبير في مدينة أوستن بولاية تكساس. والجماهير راحوا بقى، وحصلت ثورة والمسيحيين قالوا إحنا هنحضر، وحصل قلبان، وراحوا على الحساب التاني اتحاد المسلمين، ما هو مش هيسيبهم في حالهم، بفعالية مضادة للتظاهر والدفاع عن المسجد. الكارثة الكبيرة يا صديقي إن فعلا حصل الكارثة، وحصل الشجار ما بين تكساس والمسلمين، والحقيقة شارك فيها المئات أو الآلاف، وتطلب من الشرطة الكثير من الجهد. بإضافة كل ده يعني طبعا يبقى في خسائر، حصل خسائر فادحة وقتلى. ومن هنا نشر ثقافة الكراهية والإخلال بالأمن العام. الحقيقة يا صديقي إن كل ده حصل وكلف الروس $200 فقط من الإعلانات المدفوعة. من الإعلانات المدفوعة. الحقيقة الإعلانات المدفوعة سلاح ذو حدين، ممكن يكون في صالحنا، ممكن يكون في ضدنا. زي ما بيبقى فيه تسويق بالسلب، وده كلنا عارفينه طبعا بنشوفه في صناع المحتوى. ممكن المحتوى ما يكونش بيعجبك، تعمل أغضبني، فهي الخوارزميات ما تعرفش أغضبني، هي الخوارزميات بتعرف عدد، فبالتالي بتشهر المحتوى ده. وفي تسويق بالإيجاب، إن المنشور ده عجبني فلا،
تمام، ده اعجاب. برضه الخوارزميات مش عارفه الكلام ده، فهو عدد برضه. فبالتالي احنا اللي بيبقى في ايدينا ننشر الايجاب والسلب. فهل دلوقتي انت بتختار تنشر ايه؟ تنشر ايجاب ولا بالسلب؟ حابب اشكركم يا اصدقائي على وجودكم المشرف ليا. انا عاطف عبد العزيز. لو حد حابب يشارك في السيشن الجايه كتير هنتكلم عن الماركتنج بشكل اكبر، ممكن يبعت لي رساله على الواتساب، وان شاء الله نعمل حساب ونحدد ميعاد كتير. شكرا لحضراتكم انكم شرفتوني. لو في اي حد عنده استفسار ممكن يتفضل. بجد. حبيبي شكرا يا بود. حبيبي تسلم. مستنيين السيشنز الجايه بقى ان شاء الله تبقى ان اخطر. شاء الله ان شاء الله. في اي حد محتاج اي استفسار عن اي حاجه؟ شكرا جدا جدا، لا. استفدنا كويس جامد. شكرا يا امير. اتمنى يكون دكتور محمد مبسوط معانا. شكرا شكرا يا عاطف، والله يعني مجهود كبير وانا مبسوط جدا جدا، واتمنى ان انا اكرر حضوري ان شاء الله. ده شرف لينا خالص يا دكتور والله، وانا مبسوط جدا ان حضرتك معانا النهارده. ربنا يحفظك يا الله عاطف، يعزك يا رب. وان شاء الله دايما موفق دايما. شكرا لحضرتك. ربنا يبارك لك، شكرا. ربنا يبارك لك. شكرا. الف شكر ليكم ومتشكر. شكرا لحضرتك، نورتنا والله. يا دكتور. شكرا شكرا شكرا. ان شاء الله. شكرا. شكرا. العفو يا دكتور. شكرا. ان شاء الله هستنى الفيدباك ورأيكم الجميل. اذا كان في نقد فده شيء يبسطني جدا عشان نتطور مع بعض ونعرف اكتر مع بعض. شكرا لحضراتكم ونورتوني. ولو حد حابب يسأل اي حاجة انا موجود ان شاء الله على الواتساب.